السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. هنعمل أكلة بسيطة بالرز البايت، خاصة دحين في رمضان دايما يزيد عندنا الرز الأبيض أو رز مبخر، نجيب زبدة أو زيت أو أي دهون انتو تستخدموه، ونحط عليه بصل وثوم مقطعين ونقلبهم ألين نتشكر شوية. بعدين نحط البطاطس ونحط الدجاجة أو اللحمة ونقلبهم شوية. بعدين نحط الزبادي، وبعد ما حطينا الزبادي نحط البهارات ونحط موية حارة ونخليهم يتسبكوا. بعدين نحاول نقسمهم وأحط الرز على القسم الأول في القدر، وأجيب القسمة الثانية للمرقة وأحطها على الرز اللي حطيته في القدر، وأرجع أجيب الرز مرة ثانية وأحطه فوق المرقة، يعني كأنه طبقات أو إنه طبقات أصلا. وبعدين أجيب فحم وأولعه ألين يولع، أحطه في القدر وأحط عليه زيت عشان يتبخر الرز، وكذا أتبخر الرز وشوفوا كيف شكله ولونه. صراحة طعمه يجنن، ما أبالغ، ولكن فعليا طعمه يجيب السعادة. يلا كلكم جربوه، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس والإعجاب، وتكتبوا لي كومنت زيكم لطيف حلو يسعدني. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. مع السلامة.